هو انا دلوقتي مش عميل عند انستا باي عشان تفرض عليا رسوم، وناس قالت ايه يعني جنيه، وايه يعني ان انت تستخدم جنيه، وايه ده كله. طب ما تاخد من البنك، ما هو البنك برضو عميل عندك زي ما انا عميل عندك، ما هو البنك كمان عميل عندك. ليه تاخد من الناس اللي بتحول؟ الناس بتستخدم انستا باي علشان سهولة التعامل وعلشان مجاني. طب دلوقتي انت مفروض انت وسيط بينك وبين البنك بتاعي وبين العميل اللي احنا هنحول له. فاحنا لو كنا بنتعامل مع انستا باي علشان مش بيفرض رسوم على التحويلات، وكمان في سهولة التعامل، فقلت يا جماعة خلاص يبقى انت عندك دلوقتي بدل ما يكون في وسيط في النص، بدل ما فرض رسوم علينا، بدل ما في وسيط في النص، لا خلاص استخدم الابليكيشن بتاعي وما احطش وسيط في النص. الابليكيشن بتاعي عامل لي كل المميزات دلوقتي، حتى لو هياخد نسبة في التحويلات مش هتكون كبيرة برضو، زي مثلا في ناس بتحول، زي مثلا الناس هتحول بجنيه ياخد عليها جنيه، 5 جنيه عليها جنيه، 500 جنيه عليها جنيه. لا، انت دلوقتي عندك الابليكيشن بتاع البنك بتاعك، تقدر من خلاله ان انت تحول كل حاجه ويوصل لحظي. الناس كانت بتستخدم انستا باي علشان ان هو سهوله التعامل، بقى الابلكيشن بتاع البنك بتاعك في سهوله التعامل. التحويل اللحظي بيحصل برضو انك تحول عن طريق اي ارقام، بيحصل برضو عن طريق الابلكيشن بتاع البنك بتاعك. فكل مميزات انستا باي في الخصائص بتاعته موجوده في الابلكيشن بتاع البنك بتاعك. ليه بقى انا احط وسيط وليه ياخد مني فلوس، مع عندي الابلكيشن اقدر احول منه كل حاجه؟ وبل بالعكس كمان انستا باي بيقدر ان هو يديك او يحجمك في التعاملات بليميت معين، في اليوم 70,000، في الشهر مش عارف 400,000، والكلام ده كله. الابلكيشن بتاع البنك بتاعك مفتوح ل 4 مليون جنيه في اليوم، واستغله زي ما انت عايز. وده ابلكيشن بنكك، ليه احط وسيط في النص؟